السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عارفه انا غبت عنكم الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله هكون متواجده معاكم الفتره الجايه. عايزاكم بس انتوا تشجعوني عشان انا بكسل شويه. بس ان شاء الله هكون متواجده معاكم. باذن الله في الفيديو ده هنزل لكم لفه جديده كده، لفه لم لفاها. هي لفه لوس كده حلوه، تنفع في مناسبات، تنفع في خروجه جميله قوي وشكلها شيك كده وسيمبل. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل لكم كل يوم لفه، عشان عارفه انتوا بتحبوا اللفات، وهخلي دايما الفيديو يكون قصير. مش هطول عليكم، عشان عارفه ان في ناس ما بتحبش الفيديوهات الطويله او الفيديوهات اللي فيها رغي كتير او تفاصيل كتير يعني. ان شاء الله هخليها فيديوهات قصيره عشان تستفادوا منها وتقدروا ترجعوا للفيديو اللي انتوا حابينه على طول. تمام، يلا عشان ما اطولش عليكم بقى نبدا على طول اللفه. بصوا بقى، اول حاجه هنجيب خمار متر ونص في متر ونص. لو انتي حابه تكون اطرافه كلها مثلثه مفيش مشكله، هتخلي اللفه عندك من قدام مثلثه. لو انتي بتحبي تكون مدوره، خليه طرفين مثلا مدور وطرفين مثلث. يعني انا بحب بصراحه انها تكون طرفين مدور وطرفين مثلث، بحيث الفها مره مدور مره مثلث براحتي، تبقى حلوه يعني. المهم عشان ما نطولش، هنتني الخمار نصين بالعرض طبعا. هنجيب بقى الخمار على وشنا، هنخليه طرف قصير وطرف طويل. الطرف القصير هنطلعه كده لفوق على راسنا، ونحط بدبوس على جنب، طبعا من غير ما نحط دبوس اللي هو المشبك، بنحط دبوس بس على جنب زي ما شفتوا. وبعدين الطرف الطويل هنرميه على كتفنا كده زي ما شفتوا، ونبدأ بقى نظبطه كده بحيث نخليه مثلث من قدام. طبعا عشان الخمار ده الطرف بتاعه من هنا مدور، فمدي ايحاء ان هو مدور كده من قدام مش مثلث. شكله بحسه شيك قوي، واللفة كده بسيطة كده وإليجنت وجميلة، تنفع لمناسبة او خروجة حلوة قوي. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف ولطيف كده على قلوبكم. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد، وتابعوني دايما. مع السلامه.